السلام عليكم يا جماعة. أنا راجل ومحتاج أخذ رأيكم، لأني وصلت لمرحلة مش عارف أكمل ولا أعمل إيه. أنا متجوز وعندي أولاد، ومن أول الجواز وأنا بحاول أحافظ على بيتي وأستحمل علشان ولادي ما يعيشوش بعيد عن أبوهم وأمهم. لكن مراتي بقت متغيرة جدا، بقت تتكلم معايا بطريقة كلها قلة احترام، وأوقات كتير تعلي صوتها عليا قدام الجيران ومن غير ما يفرق معاها حد. حتى ولادها بقوا يقلدوا أسلوبها، ولو قلت لهم حاجة يردوا عليا بطريقة وحشة. أنا والله ما قصرتش معاها، كل ما تحتاج حاجة أجيبها، لبس، خروج، كوافير، هدايا، أي حاجة في حدود مقدرتي بعملها. وكنت فاكر إن المعاملة الكويسة هتخليها تقدرني، لكن للأسف الوضع بيزيد سوء. المشكلة الأكبر إنها تخرج من البيت من غير ما تستأذن، ولا حتى تقولي رايحة فين. مرة تقول رايحة عند أهلها، ومرة عند صاحبتها، ومرة على الكوافير، وكل ده من غير ما ترجع لي أو حتى تتشاور معايا. ولما أتكلم معاها وأقول لها إن المفروض يبقى بين احترام وتفاهم، ترد عليا بكل برود: لو مش عاجبك خد عيالك وروح عند أمك. الكلمة دي كسرتني. أنا مش زعلان على نفسي قد ما زعلان على أولادي. أمي ست كبيرة ومستحيل أحملها مسؤولية تربية أولادي أو أزود عليها هموم، وفي نفس الوقت مش عايز بيتي يتهد ولا أولادي يتشردوا. والله تعبت من كثرة الكلام والنصيحة، وكل مرة أقول يمكن تتغير، لكن مفيش أي حاجة تبدلت. دلوقتي بقيت محتار، أفضل أصبر علشان خاطر الأولاد، ولا في وقت لازم الإنسان يقف ويحط حد للإهانة وعدم الاحترام. بجد محتاج نصيحة من أي حد مر بتجربة زي دي، يمكن ألاقي حل ينقذ بيتي قبل ما يضيع.